كأس إفريقيا، معليش نعطي رأي. تابعت مثلي مثل كثير من المتابعين الجزائريين، خاصة عشاق كرة القدم، وأنا وليت واحد منكم راني معاكم. تابعت بكل اهتمام مجريات كأس إفريقيا، خاصة المقابلات النهائية، يعني النصف النهائي والنهائي. وتأسفت لمستوى التحكيم اللي مازال في الحضيض، سواء في مقابلة الجزائر أو في مقابلة مصر أو في مقابلة المغرب. تحكيم رديء. يعني النقطة السوداء في كأس إفريقيا المغرب هو التحكيم. كان تنظيم ممتاز بكل صراحة، ما عدا بعض الهوامش اللي صرات في الملاعب، خاصة في المقابلة النهائية صرات تجاوزات، ولكن في المجمل كان تنظيم ممتاز. السلطات المغربية كانت منظمة أو كانت محضرة حفل ختامي ومظاهر احتفال في كل المدن المغربية، لأنه كان شبه متأكدين 100% أنه الكأس مغربية. بعد ما خسر الفريق المغربي، يعني انقلبت أفراح المغرب إلى أحزان، كل شيء تم إلغاؤه، وصارت خسائر كثيرة لمنظمي الحفلات وللفرق الموسيقية والجانب الفني. هذه معلومات رسمية من داخل المغرب. بالنسبة للتحكيم، قلت لكم التحكيم كان رديء جدا، وأنا في اعتقادي أن التحكيم السيء هو الذي أدى إلى خسارة المغرب. نعم، لأنه كان تحكيم قوي ممكن المغرب يفوز. التحكيم السيء هو اللي ضر المغرب أكثر من اللي ضر السنغال، بالرغم من أنه ضر السنغال، نحالهم هدف وأعطى بيناتي يعني نوعا ما شوية، يعني مش مشكوك ولا ناقصة البيناتي، ما هيش. ولكن التحكيم كان سيء للغاية، هو اللي خسر السوق. هذا في الجانب الرياضي. الآن نروحوا للجانب الزريبة. أنا بكل صراحة ما فهمتش يعني تحامل الإعلام الرسمي الجزائري، وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون بالخصوص، هذو اثنين، وكمية الشماتة والدناءة والرخص والطحين والحقد اللي خلاهم يعطوا ذاك المستوى ويعلقوا تعليقات أقل ما يقال عنها أنها تعليقات رخيصة. يعني ما تقدروش تكونوا ملوك أكثر من الملك. يعني انتم يا بغالي ويا قايد ولا اسمه تاع لابياس، يعني رايحين تكونوا أكثر خصومة للمغرب من عهد بومدين وعهد بوتفليقة أو عهد لمين زروال أو عهد الشاذلي. مستحيل. اللي كان في خصومة كبيرة مع النظام المغربي بومدين. ارجعوا للإعلام الجزائري الرسمي، سواء الإذاعة أو التلفزيون أو وكالة الأنباء أو الصحف، يعني الرسمية للشعب والمجاهد واللي كانوا في وقت لاكتواليتي، اللي كانوا في وقت بومدين. مستحيل توجدوا هذه العناوين وهذه البذاءة وهذه النتانة في التعليقات. مملكة الحشيش، مملكة الدعارة، الفساد، كذا وإحنا في عرس كروي. يا هوايش، يا منتنين، يا مصنانين، يا مخنانين، رانا في موعد رياضي، رانا في عرس رياضي لا علاقة له بصراع سياسي. احنا عندنا خصومة سياسية مع النظام المغربي منذ 1976، مش جديدة، وبالخصوص منذ 1994. إذن نحن في خصومة سياسية، طبعا سياسية أمنية عسكرية مع النظام المغربي. ما عندناش مشكل مع الشعب المغربي كشعب، ما عندناش مشكل مع الثقافة المغربية، ما عندناش مشكل مع التراث المغربي، ما عندناش مشكل مع الرياضة المغربية، ما عندناش مشكل معاهم، لأنه فيه تقاسم وفيه تقاطع مع الرياضة والثقافة واللهجة واللغة
والعادات والتقاليد الجزائرية المغربية، وفيه حسب ونسب وفيه مصاهرة ومتزوجين من عندهم ومتزوجين من عندنا، يعني أمور عادية. إذا ما لازمناش نخلطوا كل مع بعضه. عندنا خصومة سياسية مع النظام المغربي وماناش متنازلين على حقنا. عندنا حق عند النظام المغربي، عند النظام المغربي، مش عند الشعب المغربي. الشعب المغربي ما عندناش مشكل معاهم. الشعب المغربي، أنا كي نقول الشعب المغربي بصفة عامة، ماشي نتكلم على العياشة ومصالح الأمن كما يقول لك الناس جماعة المخزن، هذوك طبعا هذوك تابعين للمنظومة السياسية، يعني اللي هما شحال 10% من عدد سكان المغرب عندنا معاهم مشكل. لكن 90% من الشعب المغربي ما عندناش مشكل معاهم، ما عندناش مشكل. إذا وعلاش توصلونا إلى هذا المستوى الدنيء وتتكلموا يعني في كلام ومش عارف تعبير وعناوين مستفزة لا علاقة لها بالصراع الحقيقي اللي ما بين النظام الجزائري والنظام المغربي؟ أنا متأسف كثير لحال الإعلام الجزائري لما وصلت إليه الزريبة الإعلامية في الجزائر، ونتمنى أنهم يرفعوا المستوى ويغيروا من الخطاب. خلوا الصراع مع النظام المغربي صراع سياسي عالي المستوى، خلوا الصراع عالي المستوى، ما تهبطوش الحضيض طيبات الحمام والسقاطة هذه. عيب وعار، والله عيب وعار. النقطة الثانية،